يا مساء الفل عليكم متابعين مسلسل إليه في الحلقة 239. بتبدأ الحلقة وهو فيصل جاي من بره زي ما احنا شايفين ليه تولاي، ودخل عند تولاي ويلاقيها نايمة وبيحاول ان هو يعمل لها في مفاجأة. فبيصحيها من النوم بيقول لها: ما هذه الغفوة الجميلة يا أميرتي، يا زوجتي المستقبلية، وعمال يناغشها كده زي ما احنا شايفين. وهي صحت من النوم بتقول له: أين كنت منذ الصباح؟ انت مش موجود من الصبح يا فيصل، في حاجة يعني حصلت معاك ولا انت فين بالظبط مش عايز تقولي؟ قال لها: هل قلقت عليا زوجتي المستقبلية؟ وفرحان وعمال يناغشها كده. قالت له: قلقت طبعا. وقال لها: انا كنت بعمل لك مفاجاه. وعطاها الكيس اللي جايبه في ايديه، الكيس الكبير اللي احنا شايفينه. عطاها بتقول له: ايه ده يا فيصل؟ قال لها: دي سربرايز يعني مفاجاه. وفرحت جدا جدا وبتفتح الكيس عشان تشوف المفاجاه اللي هو عاملها لها. واتخضت ويعني من كتر الفرحه ما كانتش متخيله. افتكرت لما كانت لسه متعرفه عليه وبتحكي له وبتقول له: انا كنت كل حياتي بحلم ان انا البس فستان زي اي بنت. كنت أحلم أن أرتدي الفستان الأبيض عندما كنت صغيرة، لكنه لم يحصل، ليس من قسمتي، ما حصلش نصيب إن أنا ألبسه. يعني قال لها: انظري، هل بكيتي؟ وطبعا كانت قاعدة تبكي ساعتها. فحاول إن هو يغير الموضوع، وهي بقى فرحت جدا جدا زي ما احنا شايفين، مبسوطة وكمان هتبكي من الفرحة. زي ما بيقولوا دي دموع الفرح. قاعد يقول لها: انني عاشق لك يا طولاي ولا اقول عن العبث، يعني انا ما بقولكيش كلام وخلاص، انا فعلا بحبك جدا ومجنون بيكي. بتقول له: لا اعرف ماذا ساقول لك يا فيصل، انت فرحتني جدا. تفاجأت كثير يا فيصل، المفاجأة بتاعتك حلوة قوي، اصبحت سعيدة جدا جدا الان.